كلاسيكو الارض، هانز فليك مسح بانشيلوتي الارض، واللا منطقيه تفوز بكل جداره وكل استحقاق. هنتكلم في كل ده، بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. بعد اللي شفناه يوم الثلاث والاربع من ريال مدريد وبرشلونه، ريال مدريد بيلاعب دورتموند والشوط الاول ريال مدريد مش موجود، خسران 2-0، والدنيا كلها بتقول ان ريال مدريد خسر الماتش، لا اداء هجومي ولا دفاعي موجود. لكن بيحصل حاجه في الشوط الثاني، ان الملعب بيضلم على دورتموند، مش شايفين اي حاجه. جون في الثاني في الثالث، ريال مدريد بيرجع وبيكسب 5-2 وبيعمل ذعر لاوروبا كلها. لكن تاني يوم برشلونه كان بيلاعب بايرن ميونخ، العقده التاريخيه في حياته الفترة الأخيرة. بايرن ميونخ كان بيكسب برشلونة زي السلام عليكم، لكن اللي حصل إن هانز فليك ساب بايرن ميونخ وراح برشلونة، عمل ماتش على بايرن ميونخ ملوش حل، وعمل كل حاجة هو عايزها، وقدر إن هو يكسب 4-1 بأداء عجب كل الناس، وكل الناس شايفة إن برشلونة في تقدم كل ماتش عن ماتش. لكن اللي حصل النهاردة من هانز فليك كان بره توقعاتنا، وما كناش إن إحنا نتخيله في ماتش زي الكلاسيكو. هانز فليك قرر إن هو يخرج بره المنطقية، وفعلا هو من المدربين اللي بيتعاملوا باللا منطقيه. راجل بيلعب ريال مدريد بفينيسيوس ومبابي، اسرع اتنين في العالم دلوقتي. هجوم ريال مدريد هجوم مرعب يخاف منه اي حد. لكن هانز فليك قرار مهم جدا، انا هدرب لعيبتي ان هي تقف على الاوفسايد جيم، ويقفوا على خط واحد في الطلوع بالكوره او التاخير. يعني انت ما عندكش فرصه غير ان انت تضربني في التسلل ده باي طريقه سهله وبسيطه، ان انت تطلع الكوره في نفس وقت تحرك المهاجم. وده بيكون صعب جدا على فريق زي فريق انشيلوتي. فريق انشيلوتي راجل منطقي جدا، طبيعي جدا، انا بستحوذ على الكوره وبحاول اطلع مهاجميني. لكن هانز فليك منعه من ده خالص، انا بطلع فريقي كله لقدام، فريقي كله واقف كومباكت، يعني مفيش فرصه ان انت تعمل اي حاجه. هتباصي ورا هضغط عليك، في نص الملعب هضغط عليك، المهاجم بتاعك للاسف هيكون متسلل. وده اللي شفناه النهارده بشكل غريب جدا في الشوط الاول. ريال مدريد بيقع في كميه تسللات بطريقه بشعه، انت كل واحد بيتفرج على الماتش تسلل، الكره دي تسلل، الكره دي تسلل. حتى مبابي لما سجل جول سجله من تسلل، وبعد الفرحه وبعد المشاعر اللي حصلت لقينا ان الكره اوفسايد. معنى كده ان فريق برشلونه متحفظ الاوفسايد جيم كانهم بيشربوها مع الاكل. اوفسايد جيم بمعنى الكلمه. انا في اخر الماتش بلاقي ان الاحصائيه 12 اوفسايد في ماتش واحد على ريال مدريد، وده رقم في الكلاسيكو وفي الماتشات الكبيره رقم مستحيل. في الشوط الاول لعيبه برشلونه قادره ان هي تقف في وسط الملعب وتسيطر على اللعب، حتى لما كان ريال مدريد بيكون معاه الكوره بيقول لك اعمل اللي انت عايزه، ولو تعرف تهاجمني هاجمني. وده ما كانش بيحصل، لان كل لما الكوره بتوصل لفينيسيوس او مبابي المسؤولين عن تنفيذ هجمات ريال مدريد مفيش حد غيرهم، ومدريد ما عندوش حلول غيرهم. كانت الكوره بتوصل لهم باشا تعالى انت اوفسايد، خلاص اطلع بره اللعب. كان دايما تلاقي ان الهجمه لما بتترد من برشلونه على مدريد تلاقي 4 لاعبين تسلل، ودي كانت حاجه انا بشوفها ان هانز فليك خد قرار جريء جدا جدا جدا. وعلى فكره مش اي مدرب يقدر ياخد القرار ده في ماتش الكلاسيكو. وقفه اللعيبه في الملعب بتاعه برشلونه كانت مدياهم اتاحه للفرص كبيره جدا، كانت مخلياهم مرتاحين، ما بجريش كتير. يعني ايه؟ يعني انا ما بحبش اجري ورا الكوره تفضل في نص الملعب وانا واقف كومباكت، يعني فريقي كله قريب من بعض، خط الدفاع في خط النص في خط الهجوم، الثلاث خطوط ملحومين تحس ان هم خط واحد، يعني بلعب في 15 20 متر بالكتير. وده اللي خلى ريال مدريد مخنوق جدا الشوط الاول. وانا قلت ان ما بين الشوطين انشيلوتي هيوجه للعيبته اللوم ان لعيبه وسط الملعب لازم تطلع الكوره في نفس الوقت اللي بيتحرك فيه المهاجم عشان يقدر يضرب الاوفسايد جيم. ولكن اللي حصل الشوط الثاني ان فريق برشلونه بقى فريق متوحش بيعمل كل اللي هو عايزه. ريال مدريد بيطلع بالكوره بيهاجم، لكن برشلونه لما بيكون معاها الكوره بتقدر ان هي تخطف ريال مدريد في اي وقت. بدري من كره واحده في نص الملعب بباص واحد بضرب الاوفسايد ضرب الثلاث خطوط بتوع ريال مدريد اللي بيسجل منها ليفاندوفسكي الجول الاول. يعني بدري لعيب صغير الامكانياته كبيره وكل حاجه، بيضرب الثلاث خطوط بتوع ريال مدريد في باص واحد. ودي كانت حاجه انا مش مصدقها. بشوف ان روديجير وميليتاو متقدمين وسايبين فاسكيز ومندي متاخرين.
هو انت بتلعب 2-2 ولا انت بتلعب 4 مع بعض ولا بتلعب ازاي؟ فبالتالي الاوفسايد اتضرب، وانت النهارده بتلعب من غير اهم سلاح ليك اللي هو كورتوا والقايم والعارضه، لان كورتوا والقايم والعارضه هم مرتبطين ببعض، هم الثلاثه حاجه واحده. كورتوا مؤثر جدا في ريال مدريد، بس بصراحه كورتوا لو كان موجود النهارده برده النتيجه ما كانتش هتفرق كتير، كانت بدل ما هي تبقى 4 كانت هتبقى 4 برده، لان ليفاندوفسكي ضيع كور ما تضيعش. وبعد ما برشلونه سجل الجول الاول بنتفاجئ ان مفيش ردة فعل من ريال مدريد، كل الناس قاعده بتتفرج بتقول ان في ردة فعل من الفريق الملكي، شخصيه البطل هتطلع، وده اللي ما حصلش. لقينا ان برشلونه بيعمل هجمه في الثانيه، وبعد دقيقتين 3 برشلونه بيسجل الجول الثاني، عرضيه من بالدي بيطلع ليفاندوفسكي لوحده وسط دفاع ريال مدريد كله موجود، ميليتاو هنا، روديجير هنا، ليفاندوفسكي في النص، وبيطلع يحطها بدماغه بكل اريحيه وبيسجل الجول الثاني. وفي الوقت ده كل الناس قالت ان برشلونه اتحكمت في الريتم واتحكمت في الماتش، وممكن ريال مدريد يعمل ردة فعل لان الملعب ملعبه والجمهور جمهوره ففي دفعه. لكن برشلونه بتضيع كورتين ورا بعض في دقيقتين ورا بعض، ليفاندوفسكي كورتين هو والشبكه وبيضيعها. الكره الاولانيه رافينا بيعملها له عرضيه بيحطها في القايم بشكل عجيب جدا، كوره ما ينفعش ان هي تضيع. وبعديها بدقيقه كره ثانيه بتتعمل له وبرده بيستلمها وبيحطها فوق العارضه، يعني كان ممكن في 4 دقائق تبقى نتيجه 4-0. وبعد كده برشلونه بقى متحكم في الريتم بشكل كامل. وعجبني جدا ان اللعيبه الصغيره عندها شخصيه كبيره جدا، انا كسبان 2-0 مش محتاج ان انا اتصربع، مش محتاج ان انا اجري، مش محتاج ان انا اعمل باص سريع، لا بباصي براحتي وبخلخل دفاع ريال مدريد براحتي جدا، عمال يرجع بالكوره ويطلع ويودي الكوره يمين ويودي الكوره شمال لغايه لما فريق ريال مدريد يقدر يفتح له الثغره اللي هو يضربه منها. وفعلا كوره طويله لرافينا نجم الماتش الاول بيروح وبيستلمها وبيعملها ليمين يامال. لامين عمل حاجه غريبه جدا، خد مندي على بره وبيمينه في سقف الجول، ودي المفروض ان هي القدم الضعيفه ليه، دي رجليك اليمين يا ابني انت بتعمل ايه؟ فبنتفاجئ ان احنا بنلاقيها في سقف الجول. لعيب كبير شخصيه كبيره في سن صغير، واصبح اصغر لعيب بيسجل في الكلاسيكو لفريق برشلونه. بعد ما برشلونه اتقدمت 3-0 بقى واضح للكل ان ريال مدريد مش قادر يرجع ومش هيقدر يرجع. ريال مدريد ما بقاش قادر يعمل باصتين 3-4 في الملعب، خلاص اللعيبه وقعت. ده غير ان هم طول الماتش ما كانوش في ادائهم. امبابي النهارده ضيع 40 كره اوفسايد، حتى الكورتين اللي راحوا وما كانوش اوفسايد صدهم بينا، يعني ده اداء قليل جدا من امبابي. انا مستغرب جدا انه في الكلاسيكو ما يكونش بالاداء العالي، والحارس اللي كان احتياطي بيعمل اداء خرافي. وفعلا لما لقوا ان اللعيبه مش قادره ترجع في الماتش، برشلونه بيكمل وبيضغط، وفي كوره تانية بيتضرب فيها دفاع ريال مدريد وبالاخص فاسكيز اللي كان راجع بطريقه غريبه، خط الدفاع كله متقدم وهو لوحده اللي متاخر، بيروح مع رافينيا وبيفضل يجري وراه. لكن رافينيا لعيبه يا جماعه جايب مستوى خرافي، برازيلي بس ما كانش المستوى ده بتاعه، لكن مع هانز فليك شوف الغريب وشوف العجيب. رافينيا بيروح انفراد بيعمل الكره لوب ببطن رجله فوق الجول، الثلاث لعيبه الجول والاثنين المدافعين بيفضلوا يجروا لغايه لما يلاقوها جوه الشبكه. انا مصر ان اللامنطقيه هي اللي كسبت في الماتش ده. مدرب عنده فكره جديده، مدرب عارف ازاي يوقف فريق ريال مدريد اللي هجومه مرعب. اي نعم ممكن تكون خطوطه الباقيه قليله مش زي هجومه، لكن هجومه مرعب. انت النهارده حددت هجوم ريال مدريد خالص وقدر ان هو يكسب. وكمان ريال مدريد الماتشات اللي فاتت كلها كان ممكن يخسر ماتش واثنين وثلاثه، لكن ريال مدريد كان محظوظ انه بيطلع من الماتش متعادل، بيطلع من الماتش كسبان في اخر دقيقتين. الفريق اللي قدامه بيضيع الكوره السهله والانفرادات السهله اللي بيروحوا بيها، وكان محظوظ ان هو ما يتغلبش لغايه النهارده. لكن النهارده والسببين، السبب الاول ان نجمك الاول مش موجود اللي هو كورتوا، اللي كان بيشيلك في الماتشات اللي انت بتتعرض فيها لهجوم شديد جدا وانفرادات كتيره جدا، ما كانش موجود. والحاجه الثانيه ان انت بتلاعب الهجوم اللي عنده تقنيات عاليه جدا وعنده لعيبه تقدر ان هي تسجل فيك بكل الاشكال وبكل الانواع. وبكده اكون قلت لك كل اللي حصل في كلاسيكو الارض. بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، وانا ديبو وده ما لعبتش كوره.